فكل الأمل أن هذا الشعب يلاقي المستقبل الذي يستحقه. جزء من المستقبل يخص التيار الإسلامي في مصر. وأنا بداية عايز أقول لحضرتك أن أنا مع قوة وتميز وتوسع جماعة الإخوان المسلمين. بمعنى؟ لأن جماعة الإخوان المسلمين عنصر أمان حقيقي في الخريطة السياسية في مصر، ولكن بشروط. نتمنى نضج جماعة الإخوان المسلمين، نتمنى التوازن بين جماعة الإخوان المسلمين وبين القوى السياسية الأخرى، لكن لا يمكن تصور مصر بلا إخوان، ولا يمكن تصور خريطة سياسية خالية من جماعة الإخوان المسلمين. لأن احنا أكثر من 80 سنة هذه الجماعة موجودة في كل النظم السياسية المتعاقبة. كانت ندا رئيسيا لحزب الوفد ما قبل 52، ثم أصبحت حليفة ثم خصما للرئيس جمال عبد الناصر، ثم ظهرت مرة أخرى بقوة في عصر الرئيس السادات، وهي القوة الأساسية في البلاد في عصر الرئيس السابق حسني مبارك. لا يمكن تحت أي ظرف إلغاء جماعة الإخوان المسلمين من الحاضر أو المستقبل. علشان كده الوطن متورط في جماعة الإخوان المسلمين كما هو متورط في جماعات وتيارات أخرى. هو ليه يا أستاذ أحمد أنت مفترض أنه هو يعني في رأي بيقول أنه يجب إلغائهم مثلا؟ لا، أنا بقول ده من باب التفاهم والتصالح. إن إحنا يعني مش مضطرين نمشي يوم بيوم على أمل من يتمكن ينسف الآخر. البعض داخل الإخوان المسلمين ربما يتصور أنه في مرحلة سيتمكن لاحقا ويطيح بكل منافسيه في التيار المدني. طيب. والبعض في التيار المدني يعتقد أنها مرحلة مؤقتة، وعليه في المستقبل أن يعد العدة لإنهاء جماعة الإخوان المسلمين تماما. عشان الاستقرار السياسي والنضج السياسي في مصر والأمان السياسي في مصر. لماذا ينام الأمريكي مطمئنا ولا ينام المصري مطمئنا الآن؟ لأن الأمريكي أي انتخابات هتحصل، يا الحزب الديمقراطي يا الحزب الجمهوري، القيم السياسية الحاكمة للمجتمع محفوظة بالظبط. القيم الاقتصادية السائدة، مش هيجي حد يلغي مثلا القطاع الخاص، مش هيجي حد يلغي التعليم الابتدائي، يعني مفيش حد هيعمل مفاجآت ضخمة لحياة المواطن الأمريكي. نتمنى أن مصر تصل إلى هذا المستوى النضج السياسي.